اوفر عشان يبقى سند ليا، عشان ظهري ما يتكسرش، عشان ما احتاجش لحد، علشان يبقى معايا قرش، عشان ده تعبي، عشان ابقى فرحانه، عشان ده ابقى راحه بال. هو ده التوفير الصح. الست الشاطره هي اللي تعرف توفر، هي اللي تعرف تدبر، هي اللي تعرف تبقى رافعه راسها، ما تبقاش مكسوره، ما تستلفش. هو ده التوفير بعينه. اسمعي كلامي للاخر واسمعي الفيديو ده، فيديو جامد جدا جدا جدا. بس انزلي حطي اللايك وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا ماما لومي، انا ماما لومي، كوبايه شاي مع لومي. حبايب قلبي صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايه معنى التوفير يا ماما لومي؟ التوفير ده مش انك تمنعي نفسك من اي حاجه، مش تمنعي نفسك من كل حاجه، بالعكس. التوفير انك تختاري الصح، تختاري الحاجات الصح. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. التوفير وعي اغلى من الفلوس، اغلى من ان انت يكون معاكي في قرش. فالتوفير ده ان انا بعرف ادبر واوفر واشيل من هنا احط هنا، ده وعي ليا انا، اغلى من اي قرش. ما انا ممكن ما يكونش معايا فلوس، بس بعرف ادبر بيتي، بعرف امشي نفسي، بعرف احط الكرسي ده هنا. ما هو ده توفير. ما هو انا بعرف ان انا ما اهلكش حاجتي بنفسي. ان انا مثلا احط الكنبه دي هنا، احط الكرسي ده هنا، اجيب فرش واقوم مقصها انا واعمله انا، اجيب ملايات مثلا قديمه واعملها فرش للكنب. هو ده التوفير. التوفير ان انا ابقى انا ماشيه صح، مش التوفير فلوس بس، لا، التوفير في كل حاجه. احنا كستات اتعودنا ان احنا نشيل اكتر من اللازم، اتعودنا ان احنا نضغط على نفسنا. التوفير ده ان انت تحرمي نفسك وانك تعيشي في شد وجذب وكلام من ده. لا، عمر التوفير ما كان كده. التوفير ده مخ الست الشاطره، مخ الست الواعيه، الست اللي بتفهم، اللي الست اللي هي عايزه تريح بالها. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وانزلي حطي لي لايك يا حلوه. حبيبه قلبي، ما نحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. انك تبقي ست فاهمه وقادره، ده كويس جدا. الست الشاطره هي اللي ايه، ما يعني ما تشتريش كتير، ما تشتريش عمال على بطال، ما اشتريش وارجع اقول يا ريتني ما كنت اشتريت، يا ريتني ما كنتش جبت، يا ريتني ما كنت عملت. لا، التوفير ده ان انت تعرفي تشتري كل حاجه في مكانها. ما احنا النهارده مش هنقول لكم على التوفير في الاكل بس، احنا هنقول لكم توفير في حاجات كتير. فاهمين يا حبايب قلبي؟ الحاجات دي خدوها مني انا، وانا بحكي لكم على حاجات خبرات مني انا، لان انا كنت ببزخ وكنت بشيل وكنت ما بشيلش، وكنت بجيب مش توفير، كنت بجيب بدل اللبس الطقم الطقمين وبجيب ثلاثه لا، وبرجع اقول ايه، يا ريتني كنت شلت، يا ريتني كنت عملت. ما هو عشان انا ما كانش فيا دماغ، ما كنتش حاسه بالزمن، ما كنتش حاسه بحاجه، لان انا جاي لي فلوس، انا معايا قرشي، انا شغاله، انا جوزي بيقبض لي، وانا جوزي قصدي جوزي بيقبض، وانا باخد منه مصروف وباخد منه مصروفي انا كمان، وبصرف على بيتي، لان كان جوزي ما بيبصش بصراحه لفلوسي. كان بيقول لي يعني إذا عشان شايفني انا بجيب لاولادي وبجيب كل حاجه في البيت، فما كانش بيجبرني على ان انا اصرف، ان انا اجيب. لا، كان هو اللي بيجيب الاكل والشرب وكل حاجه، بس كان بيديني وانا بجيب. فكنت ما كنتش عندي وعي، ما كانش حد بينصحني. فانا بنصحكم دلوقتي علشان تمشوا ازاي وتوفري ازاي. ما هو مش الفلوس ان انا اكون فلوس بس على بعضها، لا، ده انت لازم تبقي شاطره وفاهمه، ولازم تبقى عارفه تمشي بيتك ازاي، ولازم تمشيه على حاجات معينه، ولازم امشي عليها. مش انا انزل اشتري بالطقم العيد بالطقمين والثلاثه عشان العيال يبقوا احسن العيال، عشان العيال مش، لا، ده اكبر غلط. ايه يعني لما اجيب طقم واحد والعيل يلبسه يبقى شيك وجميل وحلو كده، وده في محله، مش ان انا اجيب كام طقم واهدر كام طقم يلبسهم ولا حاسس بحاجه ولا عارف بحاجه. ما هو انا غلطانه، انا بغلط نفسي، لان انا ما وعدتش على حاجه زي كده. انا الشراء والبيع ده كنت هوس، هوس عندي بجد، كان عندي هوس بحكايه الشراء والبيع ده. فانا دلوقتي اتعلمت، واتعلمت متاخر، بس مش مشكله. بس انا بقول لكم، بعلمكم علشان انتوا ما تقعوش زي ما انا وقعت. انا عايزاكم تبقوا تعرفوا التوفير ايه ومعنى التوفير ايه. ما هو التوفير مش فلوس، والتوفير ان انا حرمان، والتوفير ان انا احرم ولادي، والتوفير ان انا ما اجيب لهمش اي حاجه. لا، بالعكس، ده التوفير ده سند وراحه بال، وان انت ما يكسرش ظهرك، وان انت ما يبقاش عليكي فلوس، وان انا ابقى نايمه مرتاحه. التوفير ده حاجات حلوه قوي، مش فلوس بس. التوفير ان انا مخليه بيتي زي الفل، التوفير ان انا حاطه فرش زي الفل. انا ما عنديش فرش للانتريه، اوفر منين وانا مصروفي على قدي؟ اقوم جايبه ملايه قديمه، اقصها واحطها دانتيل كده او ركامه واعملها فرش للانتريه، بتبقى جميله. ايه يعني، هو انا الملايه الساده دي مش في فرش دلوقتي بيتعمل كده؟ هو ده التوفير. مش ان انا اعمل ايه، طب ماشي الملايه اتقطعت، اعمل اكياس مخدات منها، اعمل منها خداديات. هو ده التوفير. مش التوفير فلوس ان انت تشيلي وكده، لا، انا بوفر عشان ما اشتريش. ما هو انا دلوقتي وفرت في ان انا اعمل حاجتي، وان انا ما اشتريش برضو حاجه من بره، بديني وفرت فلوس برضو، وريحت بالي وريحت نفسي، وان انا بقيتش مضغوط على روحي. انزلي حطي لايك يا حبيبه اختك. صلوا على سيدنا محمد.
اروح اشوف الحاجه قبل ما تخلص. الحاجات اللي قبل ما تخلص اروح اجيب الحاجات التانية واوفر، واقوم جايبه لا ده لا ده ده لا ده كده، اقوم جايبه الحاجات دي واوفر في بيتي. التوفير مش بخل، ده اداره، احترام لتعبك، احترام لمجهودك، احترام للي انت تحملتيه، احترام امان ليكي قبل اي حد التوفير ده. فعشان كده يا جماعه ما بقولكمش على التوفير وفري، جيبي اكل، جيبي نص كيلو لحمه، جيبي ربع كيلو مش عارفه، لا. التوفير مش كده، ولا حرمان ولا بخل. التوفير ان انت تعرفي تدبري في بيتك. ان انا مثلا في سلك مقطوع، ممكن الحمه ببلاستر او سولوتيب عشان ما اجيبش سلك، لا ده انا اشيله واقوم جايبه سلك تاني. لا ده انا الفيشه مش عارفه ديت ايه، لا اشيلها اصلحها، اخلي جوزي يصلحها. لو انا بعرف اعملها اعملها، لو جوزي بيعرف يعملها يعملها، بدل ما اجيب حد من بره. ما ده توفير. الحنفيه عايزه جلده، انا اوفر فيها ازاي؟ اقوم جايبه الجلده واخلي جوزي يجيب المفتاح ويفتحها ويعمل الجلده بتاعت الحنفيه. المحبس بيخر، عايز له البتاع اللي هي الوصله بتاعت السخان بتخر، اسيبها كده تخر وتجيب ميه كتير وتحرق وتعمل الدنيا، بقوم جايبه وصله البتاع دي واخلي جوزي يركبها. ما هو ده توفير، ما هو بدل ما نخسر حاجات تانية كتير. فاهمين؟ ما تضغطيش على نفسك. التوفير في حاجات تانية كتير. ان انت الموبايل بتاعك ده عليه كرتون قد كده وعليه حاجات كده، ما دي فلوس بتتحسب عليك، ما هو ده توفير. لو انت شلتيها برضه هتوفري. كل ده توفير. التوفير مش اكل بس، التوفير مش حرمان واكل بس، لا، التوفير في حاجات كتير جدا جدا. هو احساسك انك مش واقفه على الحافه، لا، ان انت التوفير بيخليكي اهدى واقوى، وراسك مرفوعه، وعارفه قيمتك ازاي، وعارفه ان انت بتشتغلي ازاي. مش مستنيه اخر الشهر ان هو يكسرك، يا انا مش عارفه الفلوس هتيجي ازاي، ومش عارفه اصرف ايه، ده انا عليا فلوس كذا، وده انا سالفه كذا، وهحط كذا، وعليا فلوس مش عارفه ايه. لا، انت لو انت ماشيه صح هتوفري. مش اكل بس يا جماعه، التوفير مش اكل بس ولا حرمان. انا بقولها لكم كذا مره، ويا ريت الفيديو ده بالله عليكم يكبر كده مشاهداته ولايكاته، لان الفيديوهات عندي بتنقص مش عارفه ليه. بالله عليكم انزلوا حطي اللايك يا حبيبتي، حبيبه قلبي. كنت بحسب التوفير ده فلوس بس، طلع التوفير كرامه، طلع التوفير ما بيكسرش الظهر، طلع التوفير مش بيخليكي ان انت ولا مش مقصره ولا انت بخيله. التوفير مش بخل، لا، التوفير بيسند، بيسند وبيخليكي ان انت مسنوده على حيطه، مسنوده على حيطه جامده، لانك انت شايله قرش وموفره في بيتك، وانت ست شاطره، وانت ست مدبره. انت ست تستاهلي ان انت تترفع لك وتترفع لك القبعه، لانك انت ماشيه بيتك على حاجات ما حدش بيمشيها زيك. قومي يا حبيبتي انت وهي من على حزب الكنبه، انا بقالي كتير ما قلتهاش. قومي من على حزب الكنبه، حطي لي لايك يا حزب الكنبه بقى، حطي لي لايك، احلى لايك من ايديكم الجميله. قومي وشوفي ودبري بيتك. انا معيش فلوس يا ماما لومي، ومش عارفه اعمل ايه، وبيتي محتاج سجاده، وبيتي عندك سجاده قديمه. معلش يا جماعه، في ناس كده عندها سجاده قديمه ومش عارفه تعمل فيها ايه، وعايزه سجاده بدلها. يا حبيبه قلبي، قص السجاده، قص الحتت القديمه، واعملي لها زي سكاف كده وخيطيه، هتبقى جميله. ما تبقى الدوبان ده هتشيليه وتحطيه كده، حطيها مشايه في المطبخ، حطيها دواسات، اعمليها ما ترميهاش. اعملي السجاده القديمه دي دواسات وخيطيها كده، او روحي وديها عند الراجل يعملها لك اجور، او مثلا سرفله على الحتت دي، وتعمليها كذا دواسه. اديك اشتغلتي، اديك وفرتي، اديك عملتي حاجه. اعمليها لو هي مثلا كبير، اعمليها مثلا مشايه للطرقه، اقسميها الذوبان ده، اقسميها وخلي الذوبان ده يتشال، والراجل يسكفها لك، يعملها لك سرفله، وتعمليها مشايه لحته هنا محطوطه فاضيه، لحته هنا دواسات كده. اهو ده برضو توفير. هو ده مش توفير؟ التوفير مش اكل وشرب. افهمي بقى، انا عايزاكم تفهموا التوفير ده مش اكل وشرب. التوفير ده سند ليكي وراحه بال وراحه مخ، وانت عندك مخ وست شاطره، وهتعرفي تدبري، وهتعملي من الفسيخ شربات، وهتشيلي فلوس. بدل ما تنزلي تجيبي طقم من الانتريه هتشيلي فلوسه، بدل ما تنزلي تجيبي دواسات هتشيلي فلوسها. اهو ده توفير ولا مش توفير؟ لو انت حاطه في دماغك، جيبي ورق وقلم كده وكراسه واكتبي فيها انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا. مش الاكل بس، الحاجات اللي انت عايزاها. طب ايه هو يا ماما لومي؟ هقول لك، عايزه دواسه، عايزه المشايه، انا عندي سجاده، ما عايزه ملايه، عايزه فرش الانتريه زي ما بقول لك كده، اعملي الملايات، الحاجات دي. طب انا اطلع ده اعمل ده، واشيل من هنا واحط هنا. لو ظهر مثلا الخداديه دي دايبه من هنا، والظهر التاني سليم، مش بيحصل كده؟ او واخده وش من ناحيه تانية، واحده تانية دايما، او واخده دي على دي وحطاهم على بعض ومخيطاهم، عملها كيس مخده، مش هتقول لا؟
هتستري بيتك، هتستري بيتك بالتوفير اللي انت بتمشيه، لان انت ست شاطره وعاقله، ست ناصحه، ست غير الستات، غير اللي قاعدين على الكنبه، اللي قاعدين ياكلوا ويشربوا ويقول لك مفيش ومعيش وماليش ومش عارف ايه. شغلي مخك، هو ده التوفير، هو ده التوفير الصح. لما تشغلي مخك، شغلي مخك في التوفير الصح. ماشي حبايب قلبي، حطوا لي اللايك، احلى لايك من ايديكم الجميله. بقول لكم ايه، مع السلامه. انا ماما لومي، ما تنسوش في اللايك.